صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بكم في قناه يوميات عقليه. ابتدي كلامنا والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد اجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. النهارده جبت لكم اليوم من اوله زي ما طلبتوا. عايزين شغل في المزرعه وعايزين فيديوهات في المزرعه. جبت لكم من اول خالص، من اول ما بروح الساعه 6 لحد ما بخلص وبروح، يعني جبت لكم اليوم من اوله. طبعا أنا الحمد لله، اللهم صل على النبي، حلبت وخلصت، وزي ما انتم شايفين كده بعاير اللبن. لازم طبعا اصفي اللبن، يعني تحسبا لاي حاجه. في اللبن لازم اللبن يبقى نضيف، فبصفيه بشاشه كده. والحاجه دي بتتغسل والشاشه دي بتتغسل بعد كل مره بحلب فيه. طلعنا المواشي زي ما انتم شايفين كده. البيت ده يا جماعه اللي هو عند المزرعه اللي هو فيه المواشي. احنا لينا بيت تاني في مكان تاني، والبيت ده هو للمواشي بس يعني. ان شاء الله برضو للي طالبين فيديوهات في المزرعة او فيديوهات في الغيط، انا هصور لكم كل حاجة بالتفصيل. عينيا ليكم وما اقدرش اتأخر عليكم في اي حاجة. بس يا ريت يا ريت تعملوا لايك وتعملوا كومنت حلو كده عشان ترفعوا الفيديو واكبر عدد من الناس يشوفوه. بشكر اي حد بيتابعني، وعلى دماغي وعلى دماغي اي حد جديد دخل القناة. ولو اول مرة تشوفوني او تعرفوني، انا مزياد ودي قناة يوميات عقلية. المحتوى بتاعي ان انا بقدم يوميات عقلية، اليوميات بتاع اي اسرة مصرية فلاحة عادية. يوم بنضحك، يوم بنهزر، يوم شغالين في الغيط، يوم شغالين في البيت. انا بقدم الروتين بتاعي زي ما هو كده. زي ما انتم شايفين دي المهام اللي انا بعملها من الصبحية من الساعة 6 لحد ما نروح البيت. زي ما انتم شايفين كده بنروح الغيط، نعلف ونأكل ونشرب ونظبط المواشي، أعزكم الله. و بنبقى كده خلصنا المهام بتاعة الغيط. لازم كل يوم كل يوم من الساعة 6 الصبح نعمل المهام دي كلها، أنا وجوزي طبعا، ونشوف طلباتهم ونخلص ونظبط الدنيا. وبعد كده جوزي بيروح يجيب لهم أكل. وانا بروح البيت عشان اعمل بقى الفطار واروق واشوف طلبات الولاد واعمل الغدا. يعني اليوم كله شغل، انتوا عارفين شغل الفلاحين. وزي ما بيقولوا كده الشغلة البدرية منسية، يعني لما بنقوم من الساعة 6 ونخلص اللي ورانا بتحس ان انت ما عملتيش حاجة اصلا، ولا تعبتي ولا عملتي حاجة ولا متكوم عليكي حاجات. خلصت يا ولاد كل اللي ورايا ونضفت تحت المواشي اعزكم الله، وروحت افطر انا وزين وزياد لقمة خفيفة كده، جبنة ولانشون. وزياد كان عايز، زين كان عايز شيبسي. وكمان هعمل لكم النهاردة او هعمل لنا يعني غدا كرنبيت واكل بعيش كده، يعني حاجة خفيفة. سلقت البطاطس، انا بحب اسلق بطاطس جنب الارنبيت عشان احنا مش بنحب الارنبيت. البطاطس طبعا انتوا كلكم عارفين سلقها، والكرنبيت برضو ما فيهوش حاجه، يعني سهل يعني. بس اهم حاجه انت ما تاخروش، يعني ما تحطيه والميه بتغلي، بعد ما تحطيه والميه غلت بعدها ب10 دقايق كده ولا حاجه طلعيه. هو طول ما انت مطلعاه سخن بيكمل سوا كمان. هعمل بقى الكفر اللي هو او الربة او الحاجة اللي احنا هنحطها في الكرنبي زي ما تسموها بقى. انا مش بعمل بمقدار يا ولاد، انا بحط الكمية اللي تكفينا، احنا بنحبها تبقى كتير عشان بكملها بقليها كده عادي من غير كرنبيت. بعد كده بعد ما بخلص الكرنبيت بقليها عادي اكنها بيض، مفيش اي مشكلة. بحط عليها بحط عليها بيض ولبن وخضار، تمام، ودقيق، وممكن معلقة نشا، واحط بقى التوابل اللي هي كمون ملح وشطة وفلفل كزبرة. ممكن تحطي حبة كركم عشان تخليها صفرة وحلوة كده. بحط كمان توم او دقة لو فيه، يعني الحاجة اللي انت تحبيها حطيها مفيش اي مشكلة. طبعا انا بعمل الربة دي، بعمل فيها اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بعمل فيها الكرنبيت، واللي يتفضل منها بنقليها عادي، بنتعامل على اساس ان هي بيض. لان طبعا مش كلنا بنحب الكرنبيط. في بيحط الربة كده ويكتفي بيها، بس بقى بتبوظ كمية زيت ومش هقول لكم يعني. وفي بيعمل كفر خارجي زي ما انا هعمل كده الكفر الخارجي ده. انا مش طول الوقت بعمل الكفر الخارجي على فكرة يعني.
بس اما مثلا هقعد مده طويله مش هيتاكل في ساعتها وكده، بحب ان انا اعمل الكفر الخارجي ده عشان تفضل مقرمشه وما يبقاش طري. الطبقه الخارجيه ديت دقيق ونشا وكركم وشويه ملح، مفيش اكتر من كده. بتطلعيها تحطي في الربه وتطلعي من ربه على الطبقه الخارجيه. جربوا البطاطس المسلوقة وتحط عليها دقة بتوم بخضرة، بخضرة يبقى دونس او شبت او كده، وجربيها تلاقي ريحتها وطعمها حاجة فوق الخيال. انا بحب اعملها كده، ما بحطش كمون ولا حاجة. بحب اعملها كده يوم الكرنات، بيبقى طعمها حلو وبيبقى ريحتها حلوة، بتقلب ريحة البيت اصلا. التوم مع البصل مع الخضار والملح، شوية كمون بتحطيها على الدقة بتبقى طعمها زي الفل. شوية زيت بقى حلوين كده، عايزاه بس اوريكم الحاجة اللي انا بقلي فيها عاملة ازاي في الاول وهتبقى عاملة ازاي في الاخر. يعني يوم الكرنبيت ويوم السمك ده بيبقى خسارة زيت وخسارة حاجات كتير، بس يلا لازم تنوع في الاكل كده، ولازم نعمل كل الاكلات زي ما انتم شايفين كده. خليتها اتحمرت من جميع الجهات، وكل ما تطلعي دور صفي مصفى صغيرة كده وصفي الزيت عشان الفرافيت اللي بتقع دي ما تحرقش الزيت، ويفضل معاكي يعني اطول فترة شوية، يعني ما يتحرقش من تاني دور. زي ما انت شايفة كده كل شوية قلبيها، عشان يعني انتوا كلكم عارفين بقى ولاد الكرنبيت بيتعامل ازاي، بس انا بوريكم اليوم بتاعي النهاردة كان عامل ازاي. دي كانت اخر حاجة في الربة، عملتها زي ما انتم شايفين زي البيض، وده كان غدانا النهاردة، وده كان نص اليوم بتاعنا، يعني هنا لحد كده الساعة 1. طبعا لسه بقيت اليوم فيه بقية، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديوهات، ده كان اخر الفيديو بتاعنا، وده كان غدانا النهاردة. يا رب يكون تحت حسن ظنكم، ويكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسونيش في اللايك واكتبوا لي كومنت حلو، عشان الكومنتات بتاعتكم بفرح بيها وبتشجعني ان انا اكمل. يا رب الغدا النهاردة يكون شكله بيفتح النفس ويكون عجبكم، وكمان فيديوهاتنا تكون عجبتكم، ونكون ضيوف خفيفة على قلوبكم. لو حابين اي فيديوهات اكتبولي في الكومنتات. شكرا ومع الف سلامة.